بروح كتير اماكن واشوف ناس كتيرة. تعالوا اقول لكم اسهل واكسل طريقة تعملوا بيها $1000 واكتر في اليوم الواحد. يلا بينا. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. النهارده يوم كويس قوي. كنتش ناوي اصوره النهارده بس كنت هعمل سكرين ريكورد النهارده. خلي بالكم دي كان السكرين ريكورد قبل لما اصور الفيديو، ودي بعد لما انا صورت الفيديو. فاهمين الفرق في كام؟ الفرق كان 900 هوب 1700 جنيه استرليني، $1000 في اقل من 5 دقايق. طيب هو سيف فين الشوبيفاي؟ بوريك حاجه تانية اسمها سترايب. ايه هو السترايب؟ سترايب ده هو دليل اكبر بكتير، لان انا الفيديو اللي فات او حد في بتاع ده قال لي زيرو فيزيتورز وانت بتورينا وانت زيرو فيزيتورز. فيك ايه يا ميجو؟ فيك ايه؟ روق كده وارفع انا بوريك سترايب. سترايب ده يعني ايه؟ يعني اللي اقوى من شوبيفاي. استحاله حد في الوطن العربي هيوريك السترايب بتاعه، استحاله. تعالى يا سعاده الباشا اهو، تعالوا كده نروح مع بعض لايف. تعالوا كده نشوف لاست 4 ويكس 11000 جنيه استرليني اهو، ودلوقتي 1700، يعتبر $2000 في اليوم الواحد. على فكرة انا وانا بقول $1000 في الفيديو الاولاني، انا ببص دلوقتي لقيتهم 2000 وريفرش. تعالوا نعمل ريفرش عشان العيال المحنكة اللي بتطلع تتكلم وتقول سيف وسيف. سيف مين؟ يعني انا ما ينفعش اشكر في نفسي، ده شغل، احنا مش بتوع ملابس. عيب كل مع الكبير يكبرك، لكن تغلط في الكبير هيصغرك جامد. مش عيب انك تقتنع انك قليل. انا كنت قليل وقليل جدا بالنسبه للناس. انا بالنسبه للناس خصوصا في المغرب انا ما جيتش من البيضه، بس دول بروح وجيت اسيادي عادي جدا في الشغلانه. كل شغلانه وليها كبرها، وكلنا طبقات، كل واحد وبيسعى. اورايت. طيب اكسل طريقه عملنا بيها هذه الارقام. تعالوا كده اقول لكم ازاي بخصوص الدروب شيبينج والاي كوميرس. يلا بينا. ايه ده؟ انا حاسس ان الاضاءه مش احسن حاجه. تعالوا نعملها كده ثواني. كده احسن بكتير تقريبا، يعني مش مشكله. اهم حاجه المعلومه. اصل انا معيش فيديوجرافر. الساعه كام؟ دي الساعه 11 وربع يا جماعه. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا بنشتغل بنظام اسمه الدروب شيبينج. الدروب شيبينج هو نوع من انواع التجاره الالكترونيه اللي بيتكون من 3 اطراف: المورد او الصين او زي ما بنقول كده علي اكسبريس، والزبون اللي هو من جميع انحاء العالم. انت الطرف اللي في النص بتعمل ويب سايت، بتاخد المنتجات من المصنع ومن علي اكسبريس، بتعيد هيكلتها مع اضافه الربح بتاعك. يعني على سبيل المثال لو المنتج في الصين او عند المصنع او علي اكسبريس $10، انت هتبيعه $25. يجي الزبون يشتري منك $25 وتحط الفرق في جيبك. يبقى دي اسلوب شحن او لوجيستيك سيستم. في ناس بتعتبره سمسرة، لكن في الاول وفي الاخر ده نوع من انواع التجاره الالكترونيه. اوكي، ده التجاره الالكترونيه ان احنا بنبيع بضاعه مش بتاعتنا، بتاعه الموردين. الموردين اشهر مورد هو علي اكسبريس، مليان موردين كتير. بناخد المنتج وبنحط عليه ربح ونبيعه. هل الموضوع ده سهل؟ لا، كان سهل زمان جدا. انا ابتديت 2019 2018، بقالي 7 سنين في المجال، ودربت اكثر من 600 طالب. بس انا بقول لك كده عشان اقنعك بكوتشنج ولا كورس؟ لا، انا بطلت. فانا جاي اقول لك كل حاجه ومش عايز منك حاجه. جبنا الحاجه من علي اكسبريس او علي بابا. عندك 5 مجالات تلعب فيهم: بيوتي، هوم اند ديكور، ماذر اند بيبي، باتس شغاله جدا، والفتنس. ال5 مجالات دول لو عدى عليهم القرون هيفضل زي هو. مش عايز بقى حد يجي يقول لي احنا هنعمل AI مش عارف نيتش مش عارف فين بتاع ايه. هم ال5 دول هم اللي من ساعه لما انا ابتديت برضه هم شغالين. اوكي طيب، هزود عليهم كمان 5 بلاد: رومانيا، المانيا، ايطاليا، فرنسا، انجلترا، الدنمارك واسبانيا. ال6 دول هنعمل شوبيفاي ستور
عادي جدا. عندي السيرفيس ده لسه شغال بس هبطله قريب عشان انا عندي ستورز كتيره. تعالوا كده نشوف لو في اي فلوس جت جديده ولا لا. اوبا 2080 جنيه استرليني لايف. كل حاجه على عينك يا تاجر. ولا بقى هوريك كونفرجن ولا انا صارف ولا عامل ولا مسوي، هتعرف كل حاجه كمان 3 دقايق، مفيش اياتها حاجه. يلا بينا. هتعمل ستور مكون من 5 ل 10 منتجات. المنتجات دي يفضل انك تكون عامل فيها براندنج. هوريكم براند مشابه من اللي احنا بنشتغل عليه، هو اسمه فلتر بيبي، عشان برضو اوريك ان ده برضو دروب شيبينج. اوكي اهو اهو. طبعا دي حاجه في الهومن ديكور لما الواحد يشتري. طب ليه المبالغ عاليه كده؟ لانه كل واحد عنده 3 4 حمامات، حمامين كذا. ده فلتر بيتعمل بس كان ليها حاجه اسمها ماركتنج انجل. ده بيتباع في بيوتنا على اساس انه فلتر ميه، ده هنا اتباع على اساس ان هو سكين كير. الويننج برودكت هو ممكن يبقى برودكت موجود بس انا دخلت من الناس من زاويه تانية. يعني مثلا هنا ده انا لابس بنطلون اوفر سايز، ممكن واحد يقول ان ده مريح، وفي واحد تاني ممكن يقول ان ده بيشيل انكزايتي، حاجه بقى ليها علاقه بمرض النفس. الزبون اللي ممكن يشتري البنطلون ده ممكن يشتري بنطلون تاني، تمام؟ فده ماركتنج انجل. هنا بقى بيجي دور لو اتفرجت عليا واتفرجت على المحنكين التانيين، لو اتطبقت السما على الارض محدش هيعرف يشغل دماغك. دي دماغك انت. من الاخر احنا كل واحد بنبقى قاعدين الاجتهاد الذاتي زي في ايه؟ انا بغششك اهو، بس انا مش هاجي احسن خطك، تمام؟ ده اجتهاد ذاتي منك انت. لو اتفرجت عليا واديتك المعلومه كلها وانت خطك وحش، المراقب ما عرفش يعملها، هتبقى 0 في الاخر. ده بالنسبه للستور. طيب الستور اتعمل بالبراندنج. انا من ضمن الحاجات اللي كنت بديها في الكورس والكوتشنج، المورد بتاعي اللي بيسبلاي الحاجات دي وبيعمل براندنج. ده انا صعب ان انا اديه، كنت بديه بفلوس، بس لو ناس شجعت وكتبت مورد، بس مورد ومعاها كذا، يعني قالوا اي حاجه لها علاقه بالمورد، عشان لو كتبتوا مورد الدنيا مش هتتحسب. اكتبوا اي حاجه لها علاقه بالمورد، لو شفت تشجيع بجد هديهولكم ببلاش. دول ناس صينيين ولا موقع ولا اي حاجه خالص، دول ناس صينيين بيتشقلبوا ويجيبوا لك اي حاجه مش موجوده في علي اكسبرس. نيجي لثالث حاجه والماركتنج، ودي اكتر حاجه انا هديها لكم ببلاش. انا بتعامل مع ايجنسيز، هم 3 ايجنسيز او 4 كمان. بتعامل مع ايجنسيز كتيره، بس اولهم هديكوا اكسل شيت تتعاملوا مع الوكاله دي، تكلموها تدوها التارجت بتاعكم بايه. انا عايز اتعامل، انا والله انا المنتج، انا الويب سايت بتاعي اهو وعايز اوصل لاكس، عايز اتعامل مع انفلونسرز، هم بيخلصوا الديل مع واحده مشهوره تبعت لها المنتج وهم بيعملوا الادفرتايزنج. طيب يا سيف انا سمعت الكلام ده قبل كده واتعاملت مع مؤثره وما فلحتش، وانا كمان ساعات ما بفلحش يا حبيبي. طيب ساعتها ممكن تكلم الايجنسي وتطلب منهم لو سمحت قولوا لي ايه انا ليه ما جبتش مبيعات، وتبتدي ماشي وراهم. انا عشان احرق واجيب $2000 في يوم واحد اكيد خسرت قبل كده. لو انت مش ناوي انك تخسر، اقفل الفيديو واكنك ما تخش البيزنس ده ولا تخش اي بيزنس في حياتك. من الاخر اللينك الواتساب تحت، هتكلم الناس تقول لهم انا عايز اكسل شيت ويكون عندك ستور ويكون عندك برودكت وفي ال5 مجالات، وتكلم. وكمان هسيب لك الرساله اللي تفتح بيها مسج مع الانفلونسرز ماركتنج ايجنسيز، وهرتبها لك من الاكثر تعاملا لاقل تعاملا. هنا احنا دافعين ل2 انفلونسرز، واحده $250 وواحده $300، يعني نقول 600 جنيه استرليني، $600. جايبين لحد دلوقتي 2080 جنيه استرليني عشان السترايب بتاعنا يو كي طبعا، $2700، يعني مكسب حوالي 5 اضعاف. بنت بروفيت لا يقل من 30 ل 35%. لو عندك ستور هترجع تفتحه، تكلم الدعم، تبعت للايجنسي تقول لها الرساله اللي انا هحطها لك 100%، انا هشرح لك كل حاجه في الفايل اللي هبعته لك ومش عايز منك حاجه. يا ريت لما حد يوصل ويعمل اي نتيجه يكلمني زي كل الناس دول، يكلمني يقول لي انا عملت نتيجه، دي احسن حاجه، لان انا مش عايز حاجه، لان انا كده لو على الكورسات انا هبيع كورسات تانية بس مش دروب شيبنج. انا عايز اخلي الناس تعمل فلوس من الدروب شيبنج، لان في حاجات تانية وانا هعلمكم حاجات تانية كتير. وسيبكم بقى من اللي فعلا تعالوا اقول لكم معادله ازاي نعمل فلوس، ده هو ده اللي انا بقول لك عليه بقى. ده بقى خش اعمل 1 2 3 4، دي ايدك كده انا ماسكك ومالكش اي حاجه تانية يا معلم. ما تنسوش تابعوني على الانستجرام والتيك توك وكل الحاجه، كل السوشيال ميديا. اشوفكم على خير، سلام عليكم.